بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة ده فيديو رقم 5 عن إن إحنا هنقدر نعمل موبايل، نقدر نعمل موديل ونربطه بالموبايل أبليكيشن من غير ما يكون عندنا أي فكرة خالص عن ال AI. اتكلمت في الفيديو اللي فات واللي قبله عن تفاصيل الموضوع ده كله. تقدر تمسك البلاي ليست من الأول للآخر وتشوف فيها كل اللي أنت عايزه. في حاجة تانية حابب أقول عليها الأول، إن إحنا عندنا جروب على الواتساب. الجروب ده بنزل فيه كوبون إن شاء الله عن الكورس هعمله عن الدارت وفلاتر، وهيبقى فيه ابلكيشن مسلم هتكلم فيه عن كل حاجة خاصة بالدين الإسلامي، في الجزء إنك إزاي تعمله بقى، وإزاي تعمل مواقيت الصلاة، وإزاي تعمل الدعاء والحاجات دي كلها، والقرآن الكريم مسموع ومكتوب وفيه شغل عالي. هسيب اللينك بتاع الجروب تحته. كمان في خدمة التستر، لو انت معاك ابلكيشن عايز تعمل له تيست، الخدمة فري يعني، لو عايز 20 تيستر. طب نقفل الموضوع ده. الحاجة اللي موجودة عندنا دلوقتي في موقع اسمه تيتشابل ماشين. هتروح تاخده، تعمل عنه سيرش، هيظهر لك أول واحد. عايز مواقع زيه بتقدم نفس الخدمة، خش على شات جي بي تي قول له الموقع أهو، عايز مواقع زيه بتقدم نفس الخدمة وعايز أجرب. شوف أنت عايز تعمل موديل عن إيه وعيش حياتك. هتخش على الموقع هتلاقي فيه تفاصيل كتير، وهو بيتكلم إن الموقع ده فيه 3 خطوات بالظبط. في داتا ست معاك بتحملها الأول، وبعدين ترفعها هنا على الموقع، وبعدين تعمل لها ترين، وبعدين تطلع الموديل بتاعك. نعمل ازاي الموضوع ده؟ واحدة واحدة. جيت ستارتد. الموقع بيقدر يعمل لك 3 حاجات، شوف اللي انت عايزه منهم ايه. انا بالنسبة لي كفاية قوي ان انا يبقى عندي ايه الموضوع الايمج. اختار اول واحدة. هيقول لي عندك كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 ده اللي هو ايه؟ لو انا مثلا هعمل موديل بيعرف اللي قدامه دي عربية ولا عجلة، فيبقى أنا عندي العربية كلاس 1 والعجلة كلاس 2. عندي 4 5 حاجات: عجلة وعربية وطيارة مثلا، يبقى كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. طيب كلاس 1 ده مثلا بالنسبة لي أنا هسميه كار، كلاس 2 هسميه بايك. طب الداتا ست دي هجيبها من فين؟ أنا عايز صور. الداتا ست هجيبها من فين؟ بخش على كاجل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ان انا عندي كاجل ده بكتب كاجل كده اهو، وبلاقي فيه ملايين الداتا ست خاصة بالاي اي، في كل تفاصيل الاي اي اللي ممكن تلاقيها في حياتك كلها يعني. دخلت لقيت داتا ست كويسة بالنسبة لي، فيها رقم كويس من الصور، رحت عملت ايه؟ داونلود. الفايل بينزل عندك، بتفك الضغط عليه وبتيجي هنا بترفع الصور. ارفع على قد ما تقدر يعني، كل ما هتزود صور اكتر كل ما هتاخد اكيوريسي اعلى. الاكيوريسي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدقة. دقة الموديل بتاعك بيقدر يديتكتيف بقوة قد ايه، بيديك نسبة عالية قد ايه. الموضوع بسيط مفهوش اي حاجة خالص، انت اصلا مالكش في الدنيا خالص يعني. انا هرفع الصور وهرجع لك تاني، بس قبل ما ارفع الصور انت زي ما قلنا الخطوات: هترفع الصورة هنا اهو، هتعمل ترين، تعمل اكسبورت، وبعدين هنخش على الابليكيشن. طب انا دلوقتي بعد ما حملت شوية الصور، تقريبا حملت في الكلاس اللي فوق 52 وفي الكلاس اللي تحت 60 صورة. معلش انا عملت ريستارت الصفحة، عملت لها ريلود قصدي، فخلينا نكتبهم مرة تانية. وهتيجي هنا تعمل ترين موديل، بس قبل ما تيجي تعمل ترين موديل يا معلم خش على ادفانسد. ادفانسد فيها شوية تفاصيل مهمة بالنسبة لك لو انت مهتم اوي بالموضوع. الحاجات دي خاصة بالاي اي، انا هشرحها لك، ما فهمتهاش مني لو انت مهتم بيها خدها على شات جي بي تي واسأل شات جي بي تي. وخلي في علمك كده كده ان شاء الله هيبقى في كورس كامل عن الاي اي ده لو حد مهتم بالاي اي، فانا مش هخش في التفاصيل اول مرة دي. طيب الايبوك دي معناها ايه؟ الايبوك دي كام مرة الموديل بتاعك هيشوف الداتا ست كلها، هيعدي عليها كلها كام مرة. انا هنا عاملها 50 وهو ده الديفولت. كل ما بتزود الرقم ده كل ما بيكون افضل، بس لما بيزيد عن حده بتحصل مشكلة، والمشكلة دي اسمها اوفر فيتنج. الاوفر فيتنج ده يا صاحبي يعني الموديل بتاعك بقي بيحفظ ومبقاش بيفهم، ولما الموديل يبقى بيحفظ مبيبقاش بيفهم يبقى هو كده مش موديل، ملوش لازمة. الحاجة التانية حاجة اسمها البيتش ريت، البيتش سايز. دي يا صاحبي حجم الدفعات. احنا بنيجي نقسم الداتا بتاعتنا شوية دفعات كده اهو، هنقسمهم كام دفعة؟ هنا 16 دفعة. طيب ايه الفايدة من الموضوع ده ايه؟
لو كل الداتا ست بتاعتك 80 على 16 هيطلع معاك 5، فهو كده الموديل بتاعنا هيشتغل على 5، هيبص كده 5 مرات على الشغل، حجم الدفعة بتاعته هيبقى على 5 مرات، والكلام ده كله هيتظبط. مش فاهم مني الحتة دي، خش على شات جي بي تي واسأله. يا سيدي بلاش شات جي بي تي، لو انت كويس في الانجليزي هتيجي تدوس هنا اهو، من غير ما تدوس تتحرك الماوس بس هيطلع الكلام ده كله. افهم اللي تفهمه وعيش حياتك يعني. طب الليرنينج ريت ده ما تلعبش فيه، ده اقل حركة فيه بيبهدل الدنيا. وده معدل التعلم، ده بيرمي حاجات بقى وهو شغال، طب اسيب دي، طب اشتغل على دي. دي حاجة كده برضو تبع الاي اي، ما تشغلش بالك بيها. لو انت مهتم بالاي اي فانا ان شاء الله هعمل كورس كامل عن الاي اي والداتا ساينس والداتا اناليسيس والحاجات دي كلها. هاجي اعمل ترين للموديل. الموديل مش هياخد معايا وقت كبير لان انا اصلا الداتا بتاعتي قليلة قوي. مفيهاش مشكلة يعني، هو كده خلص، انا موقفتش اصلا، ما عملتش اي حاجة. هنا هيجي يقولك تعالى نتست مع بعض، هتقول له عايز فايل، اديله صورة. انا هجيب له صورة من تحت قوي، والله ما رفعتها اهي. راح الراجل قال لي ايه، الصورة دي بايت 100%، الراجل فهمان يعني. تيجي تعمل اكسبورت، احنا قلنا ان احنا بنشتغل على تنسور فلو زي ما هي كده اهو. تيجي تعمل ايه، داونلود. بعد ما تيجي تعمل داونلود ماي موديل، هنا اهو هيديك ان هو بيكونفرت، تاخد معاك تقريبا 5 دقايق حاجة زي كده يعني. وبعدين هتلاقي معاك ان هو طلع معاك في فايل. الفايل ده مضغوط، هتفك الضغط عليه هيطلع معاك 2 فايل. الاتنين فايل دول هتاخدهم ترميهم فين، في الاسيتس. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقيهم موجودين معايا في الاسيتس، واوريك الدنيا تبقى ماشيه فيهم ازاي. لحد هنا انا خلصت. الفيديو اللي جاي ان شاء الله مش هتاخر فيه، ممكن انزله بعد ده على طول باذن الله. هتكلم فيه عن الابليكيشن وازاي هنربط والتفاصيل دي كلها. لو عندك اي استفسار، اي مشكله، اي موضوع، ابعتلي، كلمني ان شاء الله. هسيب لينك الجروب، هسيب لينك السوشيال ميديا، لو عايزين الداتا ست دي هسيبها. ان شاء الله هرفع كل الاكواد عشان تبقى الناس كلها يعني شايفة الشغل. اكتر من حد كان بعتلي في موضوع الاكواد ده. ان شاء الله انا بس عندي ضغط شغل دلوقتي ومش فاضي بجد ان انا، بس ان شاء الله هعمل ده كله يعني باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.